شركة نوكيا في الإمارات عملت مسابقة، قالوا أي زول عنده مشكلة في تلفونه يجينا. جا خليجي قالوا والله تلفوني زين لكن ما يقدر يتواصل مع الناس. ده خليجي عندهم قروش. جاهم بلدياتنا قال لهم يا جماعة معاكم الطيب وتفضل سيدي عندي مشكلة فوق تلفوني الريبيكا. التلفون شغال، المشكلة في الألعاب، الثعبان حي وبياكل لكن ما بقول. لكم التحية والتجلة في يوم اليتيم، وإن شاء الله يعني كلنا نكون واقفين معاكم في البرامج زي دي، البرامج الهادفة اللي بتودي لقدام واللي بتخلي الزول حياته تزيد وإيماناته تزيد ويحس بالحياة. في مواهب اسمها تقليد الأصوات. نحن عندنا أول مقلد 20 ولا 30؟ لا 20 دي الليلة ما بتجي لأنها قالت يوم. ها؟ لا نمشي للداعية عمرو خالد نسمع نجي. أيوة الله يكرم الأكرمين ويرحم الراحمين. واخد بالك السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لأمير المؤمنين يعطيني حديث أتغذى به. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوانا وصانا باليتيم. واخد بالك النبي قال يا إخوانا اللهم لا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ويسرتها يا أرحم الراحمين. النبي قال إيه؟ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. واخد بالك؟ ومعانا المادح الجميل الجيل الصافي. يلا يا ولدنا جيل. لليل وشق فوق التكوينه وين مشق لبنان ومصر ومراكز أكرمت الداير والغاشق بالغدوة كبير ورشيت لبنان ومصر ومراكز المغامديك بالرب الجيب لبنان ومصر ومراكز لبنان ومصر ومراكش الله بديك من رب بديك لبنان ومصر ومراكش. من جامعة الخرطوم شارع المين الفنان الجميل أبو عرك البخيت. تحية للأستاذ أبو عرك البخيت. جدودنا زمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المال وثمن. جدودنا زمان جدودنا زمان نحن حافظين الوصية وفي قلوبنا الوفية حققنا استقلالنا ورفعنا علم الحرية. جدودنا زمان جدودنا زمان. والفنان الجميل الفنان الشعبي اللي اثبت وجوده مع الشباب ومع الناس الكبار ضل البعيون. جاهزين؟ جاهزين السالفين. انكشف يا قمر النساء يا هلال ليلى البريد يبرى من الشقاء يا هلال ليلى المحل داخل عطره يا هلال ليلى البريد يبرى من الشقاء يا هلال ليلى سافر حربوك على مولده يا هلال ليلى البريد
الأستاذ الفنان الراحل الجميل جدا وأسر قلوبنا بكلماته وأشجانه الرائعة. قربتي نادر خدر، قربتي زيدان محمود سمعتيها. خلاص يا اخواننا نشوف النص. قالوا محمود ونادر وشاي. نشوف نادر خدر. نادر خدر قالوا تلب عليه حرامي مشتري له جالكسي جديد كنت خديه تحت المخدة. قام الصباح لقى الحرامي شال الجالكسي جاي يبكي، نزل الله السلامة. كنت نايم في سريري بطني متغطي بمنايا مداك شايف وتلم داك شايف وتلم شال كمان المردوم هاي هذه ناس الغريب، ناس الوازة وناس دق الواطة، هاي ناس بيجيبوها خدر. الفنان الجميل عمر إحساس. يلا يا عمر. سولي هون سولي هون والله سولي يا خضر والله شفته بيخضر والله كان ليا رح صيح مع المرح والله طير مع المصباح والله كاهو الصباح والله سولي هون والله سولي هون والله سولي هون سولي هون والله سولي يا خضر والله والله كان ليا رح صيح مع المرح والله طير مع المصباح والله كاهو الصباح والله سولي هون والله سولي هون والله بدرت من جمال بالوصال والمقال داير المقال سولي هون والله سولي هون والله نقدم لكم واخونا ولدكم عبد القادر الشهير بقدوره تحيه له. المفروض كنتوا صفقه خاصه لكن ما عنده حاجه من مال اليتيم خالص. 20 ولا 30 كل قدوره 20 ضروري. 20 21 حاول تفكر انت ليه بتحب نفسك اكتر. ارجوك تقدر حبي ليك بالشكل ده. مش هقدر اكمل معاك. قلت ايه ولا انت مش هتتغير. اسهلها لك ما بقتش مرتاحة معاك ولا مرتاحة لك. شايفة اني ابعد عن هواك مالي ومالك سايبها. استغفر الله استغفر الله. طبعا يا اخواننا عروسنا السودانيه حامد بيقول لي يعني النسوان اسمح من الرجال. انا والله اختلف في ذلك.
كان تزعل وكان تقدما. من الله خلقني ما شفت لك كوفير الرجال. حرمنا العريس بيجيبوه من الخلع عشان يخش الكوشه. عروسنا هنا بتمشي يومين، تكون حاجزه يومين، اليوم الاول رسم واليوم الثاني حبسه من 9 ل 10:30. العروس في الامارات بتخش الكوفير الساعه 9، بتطلع 9:15 الكوشه، ربع ساعه ما شاء الله. دي والله يودوها 9 صباحا، تجي 10:30، نص ساعه في الحفله تمشي حالها. اها بتجي كيف؟ الوش مشدود طبعا، الفاونديشن والماسكرا والليب لاينر والشادو لاينر خافي عيوب ما تخلي حاجه. ووصيه بتاعت الكوفير تقول لا والله اي حركه تخرب المكياج. حارس مرمى بس، خاصه لما تجي تقول لها مبروك. واصلين. قالوا حفلتها انتهت مشت وين؟ الشقه في بحري شارع المؤسسه. العريس يا داب هي داب يا تغير زفاف فجاته مكالمه. الو وين انت؟ يا عبد الحق ماشي وين؟ جيتوا الحفله؟ لا علي الطلاق تجوا تتعشوا معي. هي هناك بقى ده متخلف ولا شنو؟ يتعشوا معاه وين؟ لا كيف يعني؟ علي الطلاق. شفتوا شارع المؤسسه؟ اول عماره على يدك اليمين جنب الجي، احنا في الطابق الثاني، بس تبقى لي الباب تجي تتعشوا معي هسه دي، وهي بغادي تملك. والله سخف ساي، والله ما عندي موضوع، انا كراسي حفلتي ما الموضوع قال لا اسمعي اصحابي جايين يتعشوا معي. نزل تحت جاب لي بندوره وبصل ولحمه وطماطم وحاجات زي دي كده، قال لها سوي العشاء ده. بغبينا زفافي ما فهمته، اسوي له العشاء. مشت المطبخ تحش في البصل، دموع ديل ينزل كبت الكحل ده كله بينزل. ما من البصل من قبيلة الراجل. يوم زفافة يدخل المطبخ تبكي، قالت وحياة الله الصباح انا ما اقعد، الصباح مش بيتنا بس، ده ما راجل ده ما عنده حياة، ما عندهم ده سخف. خدت العشاء مشت غرفتها قفلتها فيها تبكي، وحياة الله بس الوضع تصبح والله ما اقعد ولا لحظة. ضيوف يتعشوا قدامهم برا، جا راجع قال لها اسمعوا دي 20 مليون خليها معاك. بتاعت شنو دي؟ قال لها دي اول اصحابي دي اللي جايين يتعشوا معي لحاجه دي خاشين معي شراب. قال لي والله يا عروسك يوم زفافه تخش المطبخ احنا بنشطك ب 20 مليون، وانا كسبت الرهان، انت خشيتي المطبخ وما قصرتي وادوني ال 20 مليون انا ما محتاج منها، عشان كده خليها معاك. قلت له هي انا ما عملت حاجه غير الواجب. اجلس رمات بيكي دوكي القربه وامسك فيك بين حلالك ما تخليك. طبعا برضه مشت الكوفير من الصباح، جات بعد المغرب راجله بقف اللي فين؟ في الديجيتال. طبعا لما تجي من الكوفير الحاجات دي اللي ده يسحر والنوره والحاجات كلها تصحر. التوب ده بكون مدوح هنا خالي مزوليه بقول لها ولو اسمها شنو دي؟ جدعة التوب دي هاي بيقولوا كده جايه كده خشت مع راجله قال لها كنت وين؟ قالت لي ما شايف شنو كنت وين؟ طيب جاي ما شايف شنو كنت وين؟ قلت لك كرهتني كنت في الكوفير. قال لها لقيتي قافل ولا شنو؟ ده من الناس الخيال الواسع قاعد في المطار جاء واحد قال لي ابو الشباب الساعه كم؟ ما رد اليوم. جاء ثاني يا ابو الشباب الساعه كم؟ ما رد اليوم. يا ابو الشباب الساعه كم؟ ما رد اليوم. قال يا اخي اسمع ما قدرت توريني الساعه كم ليه؟ قال لك انا وريتك الساعه كم بتعمل معي موضوع. طيارتك قايمه 200 وماشي وين؟ وكان طلعنا مسافرين في نفس الطياره حتيجي تقعد معاي وتصاحبني وتحكي لي قصه حياتك ونتونس كده لما نصل المطار. حننزل المطار بتلقى بنتي جايه مقابلانا، بنتي جميله خايفك تحبها وهي تحبك وتزرزر علي تقول لي عرسني ليه وانت تقول دار تعرسها. عشان كده والشباب انا ما عرس بنتي لزول ما عنده ساعه. ناس مسكاك جلو ويفي جلو كل دولي سكر فيه هاي إنه كوغوري اللي كتشو سولاوي كذلك اللي كتشاو
قال لا يا وليه يفرش المصلين يصلي العشاء. قالت لي الشري قال صلاة الرجل في المسجد. قال لا الشري خلى لي 4. قالت لي افرش لك في البرندة ولا في الهوش؟ بخاف من العرس بمناسبة الكهرباء قاطعة. في زول تابع للحكومة هنا؟ تنتش. الحمد لله كلكم مواطنين. ده في مصر. لا ما ميت يتوفى. قاعدة كورك حيودوك لحتات حارة، حيودوك لحتات ما فيهاش نور، ما فيهاش أكل، ما فيهاش شرب، ما فيهاش حاجة. السودان قالوا نود الذين مودين السودان. انت بتحبي الشفة انا عارفك. خلاص الشفة دي الحق نخلي لهم حوار كامل. نكاتون دي نخليها لامنا هم. فنحن بنقفل بالاطفال دي بعدين. فحسه احمد الطويل ده. طيب يا اخواننا الدنيا دي طبعا فيها مواقف طريفه كتير ومواقف جميله. انا احمد الطويل طبعا يا اخواننا، وده قدوره. انا عندي زاويه دار اعمال الجامع، وقدوره ابوه توفى خلي له مليارات. داير اشيل اقنع قدوره اشيل منه مليار عشان نعمل الزاويه دي جامع صدقه. برضه خاشه في صح؟ قال صدقه ساعتك صح؟ الصدقه مهمه. نشوف حاطلع منه كيف انا القروج حيديني ولا ما حيديني. تابعوا فاصل واصل. الو هاي كيف الخزي؟ كويس؟ ناس البلد كيف؟ ليش شنو؟ اي ما قالوا ميكو في البلاء خلاص ارفعوا لنا التمو. هاي رمضان عليه الله والله كان بطريقته دي الله يصوم محمد تومر انه مكيف في ريو سفارة الامريكية بالله وابوه لا هو يقول بابوه لا يجت نفطه. عوض سليمان ده ماله؟ لا برسل لك مزي بيسمعني. السلام. السلام عليكم. مرحبا. قدوره كيفك؟ كيف؟ ان شاء الله كويس يا اخبارك؟ ان شاء الله طيب. ان شاء الله كويسين يا الحمد لله والله. الحمد لله. اخبارك كيف بالله؟ والله في امان الله. كيف اخبارك؟ طبعا احنا ناس الزاويه. عرفتكم والله. كيف؟ الله يبارك فيك. ناس اللجنه الشعبيه. لا احنا الزاويه اللي كان بيصلي فيها ابوك. بعرفها ما الزاويه بتاعت دايرين نعمل جامع ان شاء الله طبعا. دايرين نعمل جامع. تعمل شنو؟ جامع كبير كده ان شاء الله، يعني صدقه كده ان شاء الله. انا طلبه؟ لا بنا؟ لا مقاوي؟ لا مهندس؟ لا طيب ما لا؟ خش لك كيف ما تعملوه جامع. خش لك كيف تورينا عليك الله. شونغري. انا امبارح حلمت بابو قدوره. مرحبا. في شنو ثاني؟ لقيت وراكم قلت تسوي شنو خير الجامع؟ ابوك ماله؟ امبارح حلمت بيه وانا. ابوي هنا؟ حلمت بيه في المنام. لابس ابيض ابيض. يا سلام. دقنوا له هنا. خدار مثل له هناك. ابوي ابوك كان بيتصدق. ابوك كان بيكفل الايتام. يا سلام. ابوك الجميل اللي عنده وغار وشه ابيض ومندي. قال لي امشي لقدوره ولدي. امشي لقدوره ولدي. شنو منه 2 مليار. شنو منه 2 مليار. ده منو؟ الزاويه دي عملها جامع. ابوي انا جاك. جاك في النوم. يعني في النوم. قال لي قدوره. جاني حوالي الساعه 3 صباحا كده. 3 صباحا في النوم. والله صدق قال لي كلامك ده. انت جاك كم؟ 3 صباحا. صدق قال لي كلامك ده. انا جاني 4 صباحا. قال لي الكلام اللي بيجيك لاحمد الطويل ده ما تشتغل به. زي
ما قال قدور المرأة السودانية مرأة رومانسية. قالوا كان كترت مع رجلها ممكن تقول لي يا حبيب القسا يلا بتولع مسا، دي قمة الرومانسية. ولد صغير جه سألها قال لا يا ماما نحن كنا في الدنيا دي شنو؟ قالت لا ولدي نحن ابونا ادم وامنا حواء بتطور الحي بعد ذاك بقينا بني ادمين. مشى لابوه الله يكرمكم من اسالوها ما الواسع قال لا ولدي نحن كنا قرود ظهرت الحمامات بتاعت الساونا والزيت المغربي الناس تنظفوا بيكم بني ادمين. الاجابه ما قنعته جراجع ثاني لو قال لا يا ماما ما معقول امشي لابوي يقول لي كنا قرود اجيك انت تقول لي ابونا ادم وامنا حواء. قالت لا ولدي القرود لها ابوك برا. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، ختاما لهذا اليوم الليلة نحن بنحتفل مع وزارة المالية ديوان الحسابات بيوم اليتيم. التحية لكل الأيتام في السودان يا جماعة. وهذا اليوم برعاية وتشريف السيد الأستاذ هشام آدم. حقيقة نحن يا جماعة الليلة معانا طفل جميل، طفل رائع، طفل بشنبه. حيوه معاي بصفقة شديدة يا جماعة، صفقة شديدة كلنا. يا سلام يا سلام. نتعرف عليك يا ابني. يعني احنا الليله في التلفزيون. على الهواء مباشره. على الهواء؟ ايوه. هوا انت يا عم. هوا على الهواء يعني الناس كلهم شايفينك. ايوه. عمك ضياء المصور ده ما شايفه؟ المصور ده؟ ايوه التلفزيون على الهواء. نعم. على اسم معانا ناس الماليه كلهم، ناس الوزاره. ناس الماليه؟ اي ناس القروش. ايوه. يا سلام. حي معاي ديوان الحسابات. احيون. حي الجمهور ده كله. احينا. طيب احنا على الهواء، خلي كلامك دايما مركز. حينا وبتاع. ايوه. احيي الاطفال. ايوه. والناس الكبار. يا سلام. فحلوا لي عيد الفطر المبارك. رمضان لسه. يالو لسه. لسه. خلاص الفالنتاين. فالنتاين شنو يا اخي؟ نحن على الهواء يا اخي. عيد اليتيم. طيب يا سلام، صفقوا لي شديد. قال بمناسبة يوم اليتيم. بتقرا وين؟ بتقرا وين انت؟ والله انا ما اعرف الصغيرة. الصغيرة اذا الروضة. نين 3 روضات في الإلا. 3 روضات. روضة حبوبتي. ايوه. وروضة تسمى الحبابة. ايوه. وروضة في المدرسة. يا سلام. الروضة اللي بتقرا فيها دي بدوكم فيها شنو؟ بدونا سندوتشات. سندوتشات شنو يا اخي؟ جنك اكل يا اخي، جنك اكل. دي مجومة. الجومة. طيب بيحشوا لكم بشنو في السندوتشات دي ذاتها؟ بيحشوا لنا. ايوه. تامر بيحشوا له في جدادة. يا سلام. تامر ابو رجل اعمال بيحشوا له بجدادة، انت بيحشوا لك بشنو؟ انا بيحشوا له بسواسيو. يا زول هوي. يا عمك الحشوات دي اسمها من استطاع اليه سبيلا. عرفتني من الغنى دي. في ناس بيحشوا لهم بزغني وفي ناس طيب يا ابني، ابوك شغال شنو؟ ابو تامر شغال رجل اعمال. جميل. وانت والدك ابوك شغال شنو؟ ابوه شغال رجل امي بس. زول هوي. زول هوي. والله هاي تقول له موت. زول غريب. زي محمد طاهر. والله ده كلام عجيب. والله برشوارش. ها؟ ابوي انا ده بس. ابوك زي محمد طاهر بيهرشوه؟ انت ما لا دار تزهر مرحلني يا زول هوي. بتجيب لي مشاكل. انت بيرفدوني. محمد طاهر ده شخصيه بارزه، اوعى تتكلم فيه. والله انا ذاتي ماسك عليه زله. ها؟ ماسك عليك زله شنو؟ الله يخليه بس. خلاص كويس. يا سلام. تحيه للاستاذ محمد طاهر. ايوه. وده ايوه. كم مشغول ما يقدر يشوفوا حالنا صحيح. والله يا زول بتاع مشاكل. هسه خليهم بس. ها؟ خليهم محمد طاهر. خلاص كويس. طيب يا ابني، ابوك يعني نحن عايزين نسالك في الرياضيات اول حاجه. والله انا شاطر عديل. في الرياضيات شاطر؟ انا الزول الوحيد اللي حل سؤال الاستاذ. يا سلام. الاستاذ قال شنو؟ قال اللي ما حافظ النشيد منه. قلت له انا هسالك سؤال في الرياضيات من انك تجاوبه. خش. ابوك ادى امك 150 جنيه سوداني. كويس. قال لا جيبي خضار بامك 150 جنيه، قال لا جيبي خضار ب50. الباقي كم؟ هترجع كم يعني؟ ما بترجع حاجة. ما في. بترجع حاجة ليه؟ انت زول بليد في الحساب، ما بتعرف حساب ذاته. انا بعرف حساب لكن انت ما بتعرف امي. انت زول عجيب. تعالي يا بنتي، تعالي. صفقوا لها شديدة يا جماعة، صفقة شديدة للبنتي. تعالي يا شاطرة. تعالي. يا سلام. صفقوا لها شديد. صفقة شديدة يا جماعة.
يا سلام. اسمك منو انت؟ عادي. اسمك منو؟ فراغ. يا سلام. 150 ناقص 50 كم؟ 100. 100 صفقة شديدة يا جماعة. شوف عليك الله. تفضلي يا سلام تفضلي. شكرا جزيلا. شوف البنت الشاطرة دي حلت السؤال. المفروض محمد طاهر يصدق لها ب100 طوال. ايوه يا ابني والله انت بتشبه ام شبك. هوي والله فرقتك منها الشنب بس. انا ما عندي شنب ذاته. الشنب عنده 100 وليد. مشاكل الزول ده. طيب لو سألناك سؤال في الكورة وما أحلى الكورة والرياضة، وعندما تأتي ذكر الرياضة يأتي سيرة الفريق الذي أتى بالكاسات المحمولة جوا، فريق المريخ العظيم. يا سلام على المريخ. أيوة الصفقة فوق يا جماعة المريخات. وين المريخات؟ يا سلام. يلا نقولها يلا نقولها المريخ ده في النجوم. مريخاني. لا إذا نتذكر الفريق الذي ظل يمثل السودان ويقدم الدرر باسم السودان، هلال الملايين، سيد البلد نادي الهلال، واقفين معاك وقفة رجال، ندي مرافع راسنا فوق كورة وفنون هيبة وجلال، كورة وفنون هيبة وجلال. هلال الظاهر. يا سلام هلالابي. والله هلالابي. حيرتنا ذاته. خشمك ده خشم سمك، ما هو ردابي. ولا ما هو ردابي يا زول. انا ما مدريد، ريال مدريد. انا ما بشجع ولا فريق، بشجع فريق واحد بس. فريق واحد ده شنو ده؟ حيرتنا ذاته. بشجع الفريق عبد الرحيم محمد حسين. انت فيه كلام؟ هي انا مالك كسرتها. والله بتاع انت كلام فيه؟ انا ما عندي كلام فيه طبعا. هي انا عندي مشاكل. تحية للفريق عبد الرحيم محمد حسين. مالك زعلان كده؟ قول لي انت مبتسم كده. ايوه اكيد طبعا. مبتسم. اكيد طبعا. هي بتاع مشاكل. ما دارين سياسة يا ابني. كويس. طيب لو سألنا سؤال، انت ولدوك 200. انا ولدوني يوم الاثنين في مستشفى العيون قسم الحواجب. قسم الحواجب اللي فيه الناس المفتحين وانا مفتح. انت ولدوا 200 يوم الجمعة. كذاب. كذاب كيف؟ يوم الجمعة اجازة. طيب بتاع مشاكل. طيب يا ابني، آخر وصية بتوصل الأطفال بشنو؟ بوصل الأطفال؟ أي. بقول لهم كان ياكل زول كبير في البيت نعم. ما تقول لي جيب 100. يا سلام، صفقة شديدة يا جماعة. والله مما بدأ البرنامج ده أول مرة يقول معلومة مفيدة. طيب بتقول لهم شنو؟ تقول لي جيب ألف يا أخي. ألف في عينك يا أخي.